بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي دائما في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم كما تشوفوا جبت لكم أصابع البروكلي ولا شيفلور بالدجاج. وصفة رائعة تستاهل أنكم تجربوها أخواتي. مشبعة للغداء ولا العشاء. كاقتراح نتمنى إن شاء الله الاقتراح والوصفة والفكرة تاع اليوم تعجبكم بطريقة ابتسام. نتمنى كامل تجربوها، ونتمنى ان شاء الله دائما يعجبكم الوصفات. لاول مره تشوفني نقول لك مرحبا والف مرحبا، نورتيني وشرفتيني اختي. تجي وصفه هايله بالزيتون والجزر، تجي من اروع ما يكون، تجي مرقه خاثره. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها اخواتي، وما تنسوناش دائما فضلا وليس امرا بالجام والتشجيع والبرداج. ونتمنى ان شاء الله اي وصفه درتها انها تكون في حسن ظنكم أخواتي. ولا عندكم أي اقتراح ولا أي وصفة ولا أي آراء اكتبوا لي في التعليقات، ونتشرف دائما بآرائكم وتعليقاتكم طيبة. الوصفة تاعنا راهي هايلة كما تشوفوا، تشهي لي شهيتها تسمح لي. ونبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا هذه سهلة، والمقادير تاعها رائعة. وكما قلت لكم دائما درنا عدة وصفات وعدة اقتراحات تاع البروكلو بعدة طرق، راهي في القناة اللي تحب انها تشوفها، ولا تكتب فقط وصفات ابتسام تاع البروكلي يخرجوا لك كامل. هنا في طنجرة اول حاجة رديت ثوم اخواتي، 2 ملاعق تاع الزيت. راح نحمص هذه الثوم فقط، ما نخليوهاش انها تحرق، على نار دائما تكون متوسطة. وهنا جبت تقريبا 2 حبات تاع طماطم، بعد ما رحيتهم اخواتي راح نضيفهم لهذيك الطماطم. جربوا هذه الوصفات بطريقة ابتسام، نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم اخواتي. هنا نخليهم يتقلاو مليح مع بعضاهم، ونروحو نكملوا الوصفه تاعنا. نتمنى ان شاء الله انكم تكملوا كامل المراحل وتشوفوا كامل الوصفه، ولا كامل هذا اصابع الشوفلور هذو. هنا جبت تقريبا نص ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، حبيتوا انها ديروها قبل الطماطم هذه اللي ربيتها، ديروها في المرحله هذه ثاني، خليوها فقط تقلى مليح. راح نضيف هنايا الجزر ديت حبه، حاولت اني نقصها ونحي هذاك اللب تاعها، نقسمها على 2. كميه تاع الزيتون بعد ما نحيت كامل هذوك الملوحه تاعو عده مرات، غير بالماء فقط تشلوه باش يبقى اللون تاعو هكا كيما تشوفوا فيه، ما تغليوش اخواتي. عاودوا بدلوا له فقط الماء عده مرات. هنا راح نضيف التوابل. هنا عندي الكمون ضروري في هذه الوصفات، يجي يطيب لنا هايله. فلفل اسود، ملح، زنجبيل، كما قلت كمون، والعكري بطبيعة الحال، أوراق تاع الرند. ولا عندك ثاني الزعتر ديري شوية فقط ما تكثريش. هو راهو يتقلى، ولا أنا وراه نضيف في التوابل زنجبيل. كما تعرفوني دائما وصفاتي نحب فيها زنجبيل، تقدري ديري على رأس المغرف فقط، رأس الحانوت إذا متوفر عندك، ولا كزبر اللي متوفر ديري شوية فقط. الكمون ديروه باش ينحي لنا هذوك الغازات تاع البروكلي، والمرق يكون صلصة هكا حمراء يحب بزاف الكمون. نخلط كما تشوفوا، والنار راهي دائما متوسطة خواتي. هنا نجيب ونمرق المرق تاعي. انا مش راح ندير مرقه بزاف، كي عاد السناريه قصيتها على 2، راح اطيب في ساعه زيتون يطيب بالخف. نزيد الكميه اللي نحتاجها بطبيعه الحال. ضيفوا دائما الماء يكون ساخن، ما مش بارد اخواتي. نضيف الكميه كما قلت لكم اللي نحتاجها، ونروحوا البروكلي تاعنا بعد ما كنت غليته. نتمنى انه كامل الوصفه تكون واضحه. هنا بعد ما غليته اخواتي راح نديرو بالفرشيطه هكا، ومن بعد راح نستعمل يدي لانه لازم يدخل جيدا، ولازم يترحى جيدا هذا البروكلي. ومن بعد راح نضيفوا له كميه تاع صدر الدجاج بعد ما نكونوا رحيناه، كميه قليله فقط، ربع ولا اقل. هنا شوفوا انا استعملت اليد تاعي جاتني احسن. انا كيما شفتوا خواتي بعد ما غليت البروكلو دائما نعتلكم كيفاه نقسمو، كيفاه نقيو، وكيفاه نديرو يغلي. هنا راح نتبل كيما تشوفوا، جبت زنجبيل، عكري، ملح، فلفل، هنا معدنوس ولا دبشه اللي متوفر عندك. راح نزيدو لا شابلير، وراح نزيد كيما درت ربع صدر تاع الدجاج، نخلطهم كامل مع بعضاهم. هنا لا شابلير يقعد على حسب الخليط تاعك، درتي كميه قليله ولا بزاف. انا هنا كيما تشوفوا راني درت غير تاع راس تاع البروكلو، ما درتوش كامل. هنا كيما قلت لكم ضفت ربع صدر دجاج، كميه قليله فقط باش نبنوا هذا البروكلو ونديروه بطريقه مختلفه. كما شفتوا في بدايه الفيديو جي هايل بنين، مرقته خاثره، مكوناته شتو بسيطه. بما انه الدجاج كما قلت لكم السعر تاعو مناسب، حاول ندير معكم عده وصفات والاقتراحات تاع البروكلو. راهي القناه ما شاء الله فيها وصفات متعدده، والكل
وكامل الوصفات بنينة وتستاهل انكم تجربوها. هنايا شوفوا تستعملي يدك واش تشوفي لاشابلير تاعك تزيدي ولا ما تزيديش. هنا بعد ما نكمل راح نديرهم اصابع اخواتي، راح نرمدهم في الفرينه ونروح نقليهم. كامل مراحلهم باذن الله يكونوا واضحين، ونتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات دائما من الاول للاخير. انا شوفوا الاصابع راني درتهم شويه خشان، بغيتي ترقيهم وديريهم صغار انتيا واش تفضلي واش تحبي. انا نعطيك الوصفه ونعطيك الاقتراحات، وانتيا اذا حبيتي تبدلي بدلي لاختي لك الاختيار. حبيت نضيف له هذاك الصدر تاع الدجاج يكون متكامل. وصفه تقدري ديريها للغداء والعشاء وتزيدي معها اضافات اذا حبيتي. نتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح وهذه الوصفه تعجبك. دائما نقول لكم اخواتي ان شاء الله تفاعلوا دائما مع الفيديوهات وديروا لنا جام فضلا وليس امرا. دائما شجعوني واكتبوا لي في التعليقات، نتمنى ان شاء الله دائما ارائكم وتعليقاتكم نلقاها في التعليقات. اللي تحب اي وصفه تكتب لي وتقول لي باذن الله ندير كامل الوصفات. هنا بعد ما نكمل خواتي نروح نقليهم، نخليهم حتى يديو هذاك اللون الاحمر جميل. نديروهم على نار متوسطه لانه كما شفتوا الدجاج تاعنا ماهوش طايب. نار متوسطه فقط واش يطيب في عقله كما تشوفوا اخواتي. وهنا نروحوا بعد ما تكون هذيك الصلصه تاعنا ولا هذاك المرق تاعنا عقد وخثار. بغيتي المرق تاعك يكون بزاف ولا يكون عاقد، لوحي هذوك الاصابع بعد ما تكوني طيبتيهم، خليهم مده 10 دقائق ولا 10 دقائق ما تفوتيش. علقي عليهم وخليهم هما مش راح ما يصرى لهم والو اخواتي، فقط باش يزيدوا يطيبوا مع هذيك الصلصه ويجيو بنان. كما تشوفون نحاول نديرهم كامل بالطريقه هذه ونغلقي عليهم مدة 10 دقائق تشربوا هذاك المرق، يزيدوا يديو هذيك البنة تاع المرق. صدقيني كي تاكليهم تحسي بهم بنان ما شاء الله. والقناة بإذن الله ما زلنا نواصلوا في الوصفات، وكل يوم بإذن الله كاينة وصفة ولا كل يومين على حسب واش قدرنا نديرو. نتمنى فقط ان هاد كامل الوصفات هذو يعجبوكم اخواتي. وهاي الوصفة تاعنا جاهزة في طاولة التقديم. نتمنى ان شاء الله الاقتراح والوصفه تاع اليوم تعجبكم اخواتي. والاقتراح شوفوا تجي ما شاء الله لا في الطعم لا في الشكل، تجي من اروع ما يكون. هذه هي الوصفه وهذا هو الاقتراح تاع اليوم. في الاخير شو نقول لكم، دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استنوني دائما في فيديو جديد على قناه مطبخ وتدابير ابتسام. في الاخير نديروا رشه تاع المعدنوس ورشه تاع الليمون. هاو الوصفة تاعنا وهاو الطبق تاعنا رائع مع شرائح تاع الليمون راح يعطيها بنة ما شاء الله. نتمنى الاقتراح تاع اليوم يعجبكم، ودائما الوصفة بطبيعة الحال في آخر فيديو تشوفوا معايا كيفاه الوصفة كيفاه تجي. ودمتم سالمين وفي أمان الله. إلى اللقاء طواتي، دمتم في أمان الله. سيكون يعجبكم وصفة ماما وكل وصفة تشتركوا في قناة ماما. إلى اللقاء، نتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء طواتي، دمتم في أمان الله وحفظه.